خبر ارتباط الفنان التركي مراد يلدرم المعروف باسم أمير في عالمنا العربي من ملك الجمال المغرب السابقة إيمان الباني فتح الباب أمام ظاهرة زواج فنانين عرب وأجانب من مغربيات. فبعد جواز أمير من المغربية تردد كلام إن النجم الوسيم براك أوزجفيت هيتجوز المطربة المغربية جليلة المقيمة في دبي. غير مراد وغير براك في نجوم عرب كتير اتجوزوا مغربيات، يعني مثلا تامر حسني اتجوز نجم ستار أكاديمي بسمة بوسيل، النجم العالمي الشاب خالد اتجوز مديرة أعماله سميرة ديابي، المنشد الديني ماهر زين اتجوز عائشة المغربية، المنتج البحريني محمد الترك اتجوز دنيا بطل، المطرب اللبناني رضا مطرب الفقراء اتجوز سلوى الشرقاوي، الفنان المصري أحمد رزق اتجوز أحلام، والفنان أحمد فلوكس اتجوز رابية، والقايمة طويلة. والسؤال هنا ايه هو السر في المرأة المغربية اللي خلاها تأسر قلوب الفنانين العرب في كل مكان؟ هل هو الدلال والحنان وطريقة معاملتها للرجل، ولا هي بتجمع بين سحر الشرق وجمال الغرب، ولا بتجيد شؤون البيت؟ الله أعلم، أنا مش هقدر أفيد كل ما أروح أتجوز مغربية. سلام إلى مراكش.